للأسف أنا مش فاكر حاجات كتيرة جدًا كانت بتحصل في حياتي من وأنا عندي 5 سنين، لكن لحُسن حظي في كتاب كامل بابا كاتبه موثّق فيه كل الأحداث دي. قرأت الكتاب دوّة واكتشفت إن أنا كنت باشوف أشباح وكنت باتعامل معاهم وكنت باقول لأبويا وأمي إن أنا باشوف الحاجات ديّة، وهُم طبعًا ما كانوش مصدقين، لكن في الآخر اتضح إن الحاجات ديّة حقيقية فعلًا واضطرينا إن إحنا نهرب من بيتنا وأنا عندي 5 سنين. دلوقتي أنا كبرت ومش مقتنع لإن أنا مش فاكر أي حاجة من الحاجات دي، ومش مؤمن بوجود الأشباح، ومحتاج إن أنا أرجع للبيت دوّة تاني علشان أتأكد هل الحاجات ديّة فعلًا حصلت والّا لأ. هارجع للبيت وأبدأ أحاول أكتشف الأحداث اللي بتحصل ورا البيت، ولكن للأسف هتحصل كمية من الأحداث والمشاكل اللي مش هتكون كويسة. رواية المنزل قبل الظلام وده كانت رواية ترشيح من سارة شاني. الرواية كانت لذيذة أوي وشدتني ولأن أحداثها كانت لذيذة أوي، وفكرة إن هو بيتكلم عن اللي مكتوب في الكتاب واللي بيحصل في الواقع في نفس اللحظة كانت لذيذة أوي. تقييمي للرواية 4 من 5 وأنصحكم جدًا إن أنتم تجربوها.